الحاق ده ابو عم هيموتوني. ارجع منك ليه؟ بيجروا وراك ليه يا واد عم؟ انت عملت ايه؟ اللي هيجرب منه هضربه بالنار. مالكش صالح يا ابو عمو، الراجل ده كان شغال عندنا في المخبز وسرق التليفون. وبعدين كده هنقطع له ايده. والله يا ابو عمو انا كنت شغال معهم بما يرضي الله، وواحد منهم ضربني بالقلم، خدت منه التليفون ومشيت، وانا راجل من سوهاج وجاي شغال عندكم هنا في اسيوط. ما تقلقش يا ولد العم، حقك هيجيلك. يعني فيها حق. طب يكون في علمكم الراجل ده اتحمى فيا، وطالما اتحمى فيا فكأنه دخل بيتي بالظبط، ولو ليكم حق هتاخدوه بالادب وبالاصول، ولو ليه حق فانا هاخده من حباب عينيكم انتوا الاثنين. وانا حقي زي ما قال واد عمي، اقطع له ايده. ليه لا سمح الله تقطع له ايده؟ ليه هو مش بني ادم؟ حقك التليفون والتليفون هتاخده. وانت هتاخدوا تليفونكم، والراجل ده ليه حق عندكم ضربة القلم، وزي ما هتاخدوا تليفونكم هو هيضرب القلم.